أبو خليل القباني، مؤسس المسرح الغنائي العربي الحديث. ولد أبو خليل القباني في عام 1842 لأسرة دمشقية عريقة. أسس خلال عامي 1874 و 1875 أول دار للمسرح في دمشق، بالإضافة إلى فرقة مرسح العادات الشرقية التي ضمت 58 ممثلا وعازفا، وشاركت في معرض شيكاغو الكولومبي. بعد أن تلقت السلطنة العثمانية دعوة من الرئيس الأمريكي بنيامين هاريسون للمشاركة، تفاجأت الصحافة الأجنبية بعروض القباني، وأشادت بالاحترافية العالية والإبهار البصري وتقنيات التمثيل والأداء وتوظيف الموسيقى درامياً. قدم خلال حياته عشرات العروض المسرحية، من أشهرها الشيخ وضاح، ومصباح، وقوت الأرواح، ناكر الجميل، هارون الرشيد، وأنس الجليس. تتلمذ على يديه أهم أعلام الفن والمسرح العربي، وتوفي في دمشق عام 1903. المسرح السوري الحديث تبنى قضايا الوطن والمواطن، استلهم الإبداع من أزمات التاريخ العربي، وجعل فلسطين بوصلته الأساسية. أضحك وأبكى واعتز بالأمجاد. بدأ مع أبي خليل القباني، ونما ليحتل الصدارة في عالم المسرح العربي. أبرز رواده سعد الله ونوس، وليد إخلاصي، فرحان بلبل، محمد المغوط. المسرح السوري حين يصبح الواقع فناً.